السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي العسل، حبايبي كل رجالة وبنات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. أحب أعرفك بنفسي، أنا أخوك الكبير مستر محمد فتحي، مدرس الرياضيات والماث للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حاليا يعني إن شاء الله. ازيك يا صديقي؟ إن شاء الله تكون بخير. برحب بك مرة تانية، أشوفك يا رب دايما 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 تكون بخير. أحب أفكرك وأفكر نفسي في البداية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تسمي الله وتتوكل على الله. وكل اللي أنا طالبه منك الترم ده إنك تجتهد بس، ما تعملش حاجة تاني. اعمل اللي عليك واسعى واجتهد وسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيتعب النهاردة بيرتاح بكرة، وده نصيحة أو دي نصيحة بقدمها لك من قدام كده. تتعب النهاردة ترتاح بكرة، هترتاح النهاردة هتتعب بكرة. عكس النظرية، ناخد النظرية وعكسها. تتعب ترتاح، ترتاح تتعب. كل اللي انا طالبه منك بس ان انت تعمل لايك للقناه او لايك للفيديو واعمل اشتراك للقناه، ده بيساعدني جدا ان انا انزل لك كل المنهج بتاعك ان شاء الله. نقول بسم الله ونبدا. لا اله الا الله، حول ولا قوه الا بالله. نروح فين ونيجي منين؟ لا اله الا الله. يا مستر سهل يا مستر، ما تعقدناش الدنيا. لا اله الا الله، لا اله. سهل. الدرس ده بالملي كان على طلب التالتة اعدادي، التناسب المتسلسل، وكان من اسهل الدروس. والنهارده معانا اخر درس في الوحده الاولى، ان شاء الله اختمه مسك. هتشوف الكلام ده بعين. طب افهم الدرس ده ازاي؟ انا اقول لك. عارف السلسله كنت بتتخانق بيها انت والعيال في الشارع زمان؟ عارفها، بس ده تبقى حلقه مربوطه في حلقه. ايوه عارفها، حلو خالص. طالما انت عارف السلسله فهتعرف الدرس. يا سلام، بس كده حافظها السلسله. مش الحلقه اللي في النص دي بتربط الحلقه اللي على اليمين بالشمال؟ والله. طب فاكر الدرس الاول والثاني لما كنت اجي اقول لك عندك A و B و C و D، دول دول كميات متناسبه او في تناسب. كنت بتقول لي الاول على الثاني يساوي الثالث على الرابع، A على B تساوي C على D. طيب تخيل بقى، تخيل انا عايزك تتخيل بس ان انا جيت قلت لك، امسح بقى كل الكلام الجميل ده، جيت قلت لك انت عندك A و B و C في تناسب. يا سلام يا سلام. طب اقول ازاي؟ طب الاول على الثاني يساوي الثالث على مين؟ روح فين واجي منين؟ انا اقول لك. قال لك دي سلسله من اسمها التناسب المتسلسل، عامل زي السلسله. ماله بقى التناسب المتسلسل ده؟ قال لك والله التناسب المتسلسل هتاخد الحلقه الاولى مع الثانيه A مع B، وتاخد الحلقه الثانيه مع الثالثه B مع C. ايه ده؟ يعني اول على تاني يساوي تاني على تالت. والله. وده من اسمه التناسب المتسلسل. حلقتين كده وجواهم في حلقه ثالثه. الحلقه اللي في النص دي بتربط الحلقه الاولى بالاخيره اهي. الحلقه اللي في النص بتربط الاولى بالاخيره. اتمنى انك تكون فهمت. تعالى بقى نشوف قصه التناسب المتسلسل. قال لك بص، عشان ننجز بس كده ونخلص. مش عندك اتفقت ان A و B و C انت قلت لي اهو في تناسب متسلسل؟ انا قلت لك الكلام ده يا سيدي، مش بنكر. خلاص، يبقى الاول على الثاني يساوي الثاني على الثالث، A على B تساوي B على C. ليه بس كده؟ ماشي. يبقى A على B يساوي B على C. طيب وفين السلسلتين اللي بيربطوا بعض، او فين السلسله اللي بتربط السلسلتين ببعض؟ هتقول لي دي بتربط دي، او اسف بي بتربط A و C. طيب كلام سهل. هتيجي معايا كده نضرب طرفين في وسطين. معلش هتعبك، اضرب طرفين في وسطين. حاضر. A في C ب AC تساوي B في B ب B تربيع. ايه ده؟ الايه في السي ادتني بي تربيع. طب ما تيجي قبل ما نضرب طرفين في وسطين، كان بيقول لك كده حاجه جميله. ده بيسميه الاول
المتناسب، وده بيسميه الوسط المتناسب، وده بيسميه الثالث المتناسب. خلاص، اول متناسب، وسط متناسب، ثالث. يا مستر نقعد نقول طب ما تقول الثاني المتناسب. ماشي يا سيدي، اهدى بس. ممكن نسميها الثاني المتناسب، وممكن نسميها ايه الوسط المتناسب، بس الشائع الوسط المتناسب. يبقى اول متناسب، وسط متناسب، ثالث متناسب. خلاص خلاص. تعالى بقى، مين الوسط المتناسب؟ بي، وانا اتفقت معاك بي في بي ببي تربيع تساوي A في C اهي. اتفقت ان بي ده هو الوسط المتناسب. تخيل كده ان انا جيت سألتك سؤال، قلت لك اوجد الوسط المتناسب. هتقول لي ما الوسط المتناسب بي تربيع. يا ابني انا عايز الوسط المتناسب، مش الوسط متناسب تربيع. هتقول لي لا انا كده مش فاهمك. اقول لك يا ابني الوسط المتناسب بي بس. تقول لي بي بس تساوي، خد لي جذر تربيع ده، وهنا جذر تربيع. طبعا التربيع ما بتكتبش بس عرفتك. جذر تربيعي للبي تربيع راح جذر اي سي بجذر اي سي. رياضه بتاعت اولى ابتدائي. خلاص بقى افهم بقى. يبقى بي بجذر اي سي، يبقى الوسط المتناسب بجذر اي سي. طب تخيل معايا جيت قلت لك عايز الاول المتناسب. هتقول لي الاول المتناسب؟ استنى، انت كنت بتقول ان الاول هو ايه؟ اقول لك حاضر. يبقى ايه تساوي مين هنا؟ القانون اصلا ان بي تربيع تساوي اي سي. لو عايز الايه هات السي هنا. يعني اقسم مين على سي واقسم مين على سي، سي مع سي راح. يبقى A تساوي B تربيع على C. تاني يبقى A تساوي B تربيع على C. طب تخيل برضه، مش تخيل، هو ده هيحصل يعني. جيت قلت لك اوجد الثالث المتناسب. هتقول لي الثالث المتناسب، انت عندك B تربيع تساوي AC، وC ده الثالث، يبقى C تساوي اقسم مين على A واقسم مين على A. يبقى B تربيع على A. طبعا A مع A راح. دول 3 قوانين. حافظ اسمك، حافظ اسمك، انت تحفظهم زي ما انت حافظ اسمك اهو. الوسط المتناسب جذر اي سي، اول او تاني متناسب بي تربيع على التاني. يعني مثلا الوسط المتناسب جذر اي سي. طب عايز ايه؟ الوسط المتناسب اللي هو بي تربيع على سي. طب عايز السي بي تربيع على ايه؟ خلاص انت فهمت. قصه سهله ولذيذه وبسيطه. تعالى نحل بقى ايه شويه امثله. عايز الوسط المتناسب. الوسط المتناسب جذر اي سي. مين اي سي؟ الاول في الثالث. فين الاول؟ 5. 5 في الثالث 20. يبقى بي عباره عن جذر 5 في 20 اللي هي جذر تنزل 5 في 20 ب 100 جذر 110. اسف ان انا نسيت اقول لك حاجه مهمه في غايه الاهميه، ان هي موجب او سالب. لو جينا نقول هنا هي موجب او سالب. اسف ان انا نسيت اقولها لك. يبقى موجب او سالب 10. فين هي؟ اهي. الوسط المتناسب حاضر بين 3 في 7. هتضرب اهو، يبقى تضرب الاول في الثالث وتجيب لي جذر التربيع بتاعه. جذر الاول في الثالث. الاول 3 اكس تكعيب في الثالث 27 اكس. اضرب 3 في 27 الجذر ينزل 81. اكس تكعيب في اكس تاخد واحده منهم تجمع الاسس. تكعيب زائد 1 يعني اس 4. موجب وسالب. تاني يبقى موجب وسالب. جذر اهي جذر ال 81 9 جذر اكس اس 4 اكس اس 2. يبقى موجب وسالب جذر اكس اس 2 9 اكس اس 2. موجب وسالب 9 اكس اس 2. عايز الاول المتناسب. حاضر. قانون الاول المتناسب. الاول هنا يبقى ده الثاني وده الثالث. الاول المتناسب بالثاني تربيع على الثالث. حاضر. امسح ده عشان نعرف نكتب كده ونحل بسرعه 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 بسرعه. طيب عايز الاول المتناسب ببي تربيع، يعني الثاني المتناسب ده تربيع. 12 تربيع 144 على الثالث اللي هو 18. 144 على 18 تلاقيها فيها 8. فيها 8. طب ناخدها موجب وسالب ولا موجب بس؟ لا دي دايما موجب بس. اللي موجب وسالب دايما اللي هي الوسط.
خلاص خلاص، حفظت القوانين وفهمت. ما الثالث المتناسب؟ س تساوي ب تربيع على ايه؟ حاضر، ده الاول ده الوسط، هو عايز الثالث. طيب يبقى ب تربيع على 12 تربيع 12 في 12 144 على الاول المتناسب اللي هو سالب 6، تطلع لك سالب 20 6 في 20 تطلع 24 بالسالب اهي. ماشي. طيب نخش على ملاحظة هامة على التناسب المتسلسل. بيقول لك ايه بقى؟ لو A على B تساوي B على C تساوي K. سيبك بقى من الرغي ده كله، تعالى انا اقول لك ايه طريقة اسهل. امسح ده التالي، هو طبعا معرفش فين الشاشة راحت، فاهم ليه؟ طيب نشوف هو بيقول ايه وبيعمل ايه. قال لك بص، فاكر المرة اللي فاتت لما كنا بنقول A على B تساوي C على D، قلت لك كنت بساويها بالكي؟ ساعتها كنت باجي في السؤال ده على جنب A تساوي BK، A تساوي BK، وC تساوي DK اهي، C تساوي DK. النهارده بقى هعمل نفس القصة هعملها بس في التناسب المتسلسل. بقول ايه بقى؟ لو انا عندي A وB وC في تناسب متسلسل، اذا بص بقى A على B تساوي B على C، قلت لي يساوي ده كله بك، اذا A تساوي BK اهو، A تساوي BK وB تاني A تساوي BK وB اهو تساوي CK. ماشي 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 ماشي، يبقى A تساوي BK وB تساوي CK. طب انا ممكن اشيل B دي واحط قيمتها اللي هي سي كي. ازاي؟ اهو ادي الاي تساوي بدل بي احط قيمتها اللي هي سي كي، يبقى سي كي وعندك كي في الاصل اهي، اثبات قانون اهو. يبقى ايه تساوي سي كي في كي، يعني سي كي تربيع. خلاص يبقى ايه تساوي سي كي تربيع. طب وبي؟ لا ما دي خلاص زي ما هي بسي كي، لا امسحها دي كده، بي بسي كي، يبقى بي بسي كي وايه سي كي تربيع. طب ما تيجي كده ايه اقول لك ملخص الرغي ده كله. قول لي يا مستر. حاضر. ملخص الكلام، مش قلت ان ده كله بيساوي كي؟ خد نصيحتي، ابدأ من اقصى اليمين، ادي اقصى اليمين، بي تساوي مين؟ سي كي. اول حاجه هو بدأت بي تساوي سي كي، بعد كده خش على اللي بعدها على طول. ايه ما تقولش ايه تساوي بي كي، لا ايه تساوي سي كي تربيع اهي، يبقى ايه تساوي سي كي تربيع. تاني عشان تفهم، ببدأ من اقصى اليمين واشوف بي تساوي سي كي، طب ارجع تاني ايه تساوي سي كي تربيع. طب ما تيجي كده اسالك سؤال للطلاب الشاطره الدحيحه اللي مفيش منها ثلاثه في الكون. لو قلت لك ايه على بي تساوي سي بي على سي اهي، بسرعه انجز، بي على سي تساوي سي على دي تساوي دي على ام، المنظر ده هتقول لي يا مستر كل ده يساوي كي. حاضر. طب هات لي قيمه كل بسط فيهم، هتقول لي بس كده؟ حاضر. هبدا من اقصى اليسار، من اليمين اسف، دي ماشي، هبدا من اقصى اليمين. حاضر اهي دي تساوي ام كي، ارجع اللي قبلها سي تساوي ام كي تربيع، اللي بعدها بي تساوي ام كي تكعيب، اللي بعديها اي تساوي ام كي اس 4. اتمنى تكون فهمت. تعالى بقى ايه نحل عليها. امسح بقى ايه كل الكلام الجميل ده لو جات لك اكتر من نسبة ماشي. هل هتيجي؟ انا هحل من هنا سؤال واسيب لك انت كمان سؤال. خلاص اتفقت ان A على B تساوي B على C تساوي K. في مسودة ابدأ من اقصى اليسار، B تساوي CK و A تساوي CK تربيع. ماشي، لو انت مش شايفه مكتوب لك تاني اهو.
ليه طيب اهو تاني اعمل لك مسود ده اكبر شويه. بي تساوي سي كي، ايه تساوي سي كي تربيع. اتمنى تكون حفظت وفهمت. ماشي، تعالى بقى الاربعه تنزل اهي، شيل كل ايه حط مكانها سي كي تربيع. طب دي ايه تربيع، يبقى سي تربيع كي اس 4 ناقص 3 تنزل، خش كل بي وحط مكانها سي كي. طب دي بي تربيع يبقى سي تربيع كي تربيع على الاربعه اهي، حوش كل بي وحط قيمتها سي كي. طب دي بي تربيع يبقى سي تربيع كي تربيع بالمنظر ده. اقفل القوس، الناقص تنزل والتلاتة تنزل، خش كل سي وحط قيمتها. مفيش يا مستر سيهات عندك، يبقى تنزل زي ما هي سي تربيع. ماشي، بص بقى البصة هنا الجميلة دي بتقول لك ايه بقى. عندك سي تربيع كي اس 4 وهنا سي تربيع كي اس 2، خد اصغر اس فيهم. هتقول لي سي تربيع كي تربيع، خدها عامل مشترك. ماشي، خدها عامل مشترك. ايه اللي حصل؟ قال لي لما اخد سي تربيع كي اس 4 يتفضل 4 وكي اس 4 على كي تربيع كي تربيع ماشي ناقص تنزل. لما اخد منها سي تربيع كي تربيع يتفضل 3 ماشي على مستر. نعم، خد لي سي تربيع عامل مشترك، سي تربيع عامل مشترك اتفضل. لما اخد منها سي تربيع عامل مشترك اتفضل 4 كي تربيع 4 كي تربيع ناقص تنزل. لما اخد منها سي تربيع يتفضل 3. اقفل القوس. الطالب الشاطر الجميل اللذيذ اللي واكل ومتغدي كويس يقول لي القوس ده كله راح مع القوس ده كله. 4 كي تربيع ناقص 3، 4 كي تربيع ناقص 3. اقول له شاطر برافو، جبتها منين؟ قال لي لا ده انا كمان محضر لك مفاجاه. اقول له هي؟ يقول لي السي تربيع مع السي تربيع يتفضل مين؟ كي تربيع. يبقى الطرف الايسر ده طلع بكي تربيع، الطرف الايسر الجميل ده كله طلع بكي تربيع. ماشي، هنا ايه على سي هتمسك الايمن، ايه بكام؟ سي كي تربيع، يبقى سي كي تربيع على سي تنزل سي تروح مع سي تفضل برضو كي تربيع. يبقى الايمن بيساوي الطرف الايسر. ده الدرس كله بالاضافه الى التعميم بقى. يقول لك التعميم اللي انا لسه قايله لك بقى، ده التعميم لو ادالك 700,000 نسبه اديك انت عرفت تعمل ايه. تعالى ناخد مثال مثلا هنا وخلاص. تعالى مش هزعل خالص انا مثال. تعالى ناخد المثال الجميل ده. ركز مش هقول تاني وتالت، ركز. طيب ادي المثال اهو عشان تشوفوا. ادي المثال اهو، يقول لك A وB وC وD. اول ما قال كلمه في تناسب متسلسل على واحد غبي يقول A على B تساوي C على D، الاول على الثاني يساوي الثالث على الرابع. اقول له اخرس كلب حيوان، اخرس. قال لك في تناسب متسلسل يبقى الاول على الثاني يساوي الثاني على الثالث يساوي الثالث على الرابع. لو عندك تاني كمل. خلاص اهو كل ده بيساوي مين؟ كي. قلت لك ابدا من اقصى اليمين، يبقى سي تساوي دي كي. بعد كده بي تساوي دي كي تربيع. بعد كده انجز. ايه تساوي دي كي تكعيب. بس خلاص خد لي بقى دول عوض بيهم بقى. دول اهم حاجه، دول اهم منك ومن شكلك في الامتحان. اهم حاجه. لا بصراحه مفيش حاجه اهم منك يا طارق، يا اذكى انسان في الدنيا. ركز يعني. خش كل ايه وحط قيمتها. ايه بكام؟ دي كي تكعيب زائد الدي مفيش، يبقى تنزل لي دي. ماشي على خش كل بي بدي كي تربيع، دي كي تربيع ناقص سي بدي كي، سي دي كي زائد الدي اهي دي. الكلام ده يساوي من فوق. انا ملاحظ كده ان في دي عامل مشترك. حاضر، لما تاخد دي من هنا عامل مشترك يتفضل عندك كي تكعيب. واحد غبي ذكي، لا مش هقول غبي خالص، ذكي، يقول لي دي مع دي راحت، يبقى مش هقول مش هشتم.
دي على دي فيها الواحد. هوب على. تعالى بقى هنا في دي، انا شايف دي عامل مشترك، خدها اهي مش هزعلك. دي تتفضل عفوا تفضل كي تربيع ناقص، لما تاخد دي تفضل كي ماشي، زائد لما مش عارف مين يتفضل واحد ماشي. طيب مستر انا بصراحه انا جيت هنا وعطلت، لا شايف ابيض من اسود في الحكايه، بس كل اللي انا اعرفه ان دي مع دي راحت، دي بس اللي انا عارفه، بس ده اللي انا اعرفه. واقول لك ان كي تكعيب زائد واحد على كي تربيع ناقص كي زائد واحد، ده اللي انا ايه افهم فيه. بعد كده الصراحه انا ما افهمش. انا اقول لك يا سيدي، شايف المساله الجميله دي هي صفصفت معاك على كده. بص بقى ركز معايا، حلل البسط. حل ازاي؟ ما انا صدقت رميت وحده التحليل من الترم اللي فات، جايه لك السنه دي تحليل مجموع مكعبين. افتح قوس صغير وافتح قوس كبير، خد جذر تكعيبي للاول كي، خد جذر تكعيبي للاخير واحد، خد الاشاره بينهم ماشي. هنربع الاول كي تربيع ونربع الاخير بواحد دايما موجب. اعكس اشاره البتاعه دي ناقص، اضرب الاول في الثاني، واحد في كي بكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اسف احنا بنربع الاول. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا. على كده انا حللت البسط على كي تربيع ناقص كي زائد واحد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا. كي تربيع ناقص كي زائد واحد، كي تربيع ناقص كي زائد واحد، اتفضل لك كي زائد واحد. ده الطرف الايسر بكي زائد واحد. فالطرف ده الجميل ده طلع ده بكي زائد واحد. تعال نشوف اللي بعديه ماشي. امسك الطرف الايسر الجميل الثاني، اسف ده اشوف الايمن بقى. بيقول لي ايه بقى الطرف ده سريعا اهو. احوش كل ايه واحط قيمتها دي كي تكعيب، دي كي تكعيب ناقص سي بكام؟ بدي كي على بي بدي كي تربيع ناقص سي ناقص دي كي. حاضر، اخد من هنا دي ودي عامل مشترك ودي يغاروا مع بعض. كي تكعيب ناقص كي، اخد الكي عامل مشترك، اتفضل كي تربيع ناقص واحد على اخد الكي ناقص عامل مشترك، اتفضل لك كي ناقص واحد. كي مع كي ماشي. بعد كده دي فرق بين مربعين، حلل البسط. كي تربيع افتح قوسين باشارتين مختلفين، واحده موجب واحده سالب. جذر الكي تربيع كي، حط هنا كي وهنا كي، جذر الواحد واحد واحد، تحت في المقام كي ناقص واحد. تروح دي تقول باي باي مع دي، يتفضل مين؟ كي زائد واحد. هل دي نفسها طلعت هي زي اختها؟ والله دي كي زائد واحد ودي كي زائد واحد، الاتنين اخوات بالملي. اتمنى تكون فهمت الدرس الجميل. خلص، حل بقى ايه، سيبك تحل كده. واحد وهنا واثنين وثلاثة من دول، وتحل واحد واثنين من هنا، وتحل قيمة من واحد ل 11. معلش انا واجب كتير، عن الناس اللي تعرفني تعرف ان انا واجب كتير. والمالتيبل تشويس، فين المالتيبل تشويس؟ واجب هوم ورك. وخلص درسنا النهارده، طبعا سهل ولذيذ انا عارف عمال تقول منه لله التناسب المتسلسل ومش عارف ايه، معلش استحمل، هي الدنيا كده، يوم ليك ويوم عليك، واليوم اللي بعده عليك واللي بعده عليك واللي بعده عليك. ربنا يكرمك يا رب، اشوفكم على خير ان شاء الله في درس جديد. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، ده بيشجعني جدا ان انا اكمل في المحتوى ده. اشوفك على خير، السلام عليكم.